السلام عليكم خوتي وخواتاتي. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. قبل ما نبداو القصه ديال اليوم، طفيو الضو، شوفوا لكم شي بلاصه خاويه كالم، وديروا لي زوكوتور. علاش لا؟ المهم تكونوا مرتاحين وركزوا معايا مزيان في هادشي اللي غنعاود لكم اليوم. كلنا حنا مسلمين، حنا العرب، عندنا العيد الكبير هو النهار الكبير. كلنا كنفرحوا كنتجمعوا وكنتقربوا لسيدي ربي بالذبيحه. ولكن واش فايت طاح في بالكم بلي في نفس اللحظة اللي كيسيل فيها دم الأضحية وكيتذكر ليها اسم الله عز وجل، كاينين شياطين في صفة بشر كيستغلوا داك النهار باش يعقدوا صفقات مع الجن ويدمروا حياة ناس أبرياء. اليوم غنعاود لكم قصة حقيقية، قصة غتخلي لحمكم يتبوش وطير لكم الناس، قصة فيها الطمع، السحر الأسود، والنهاية اللي ما كتمناها لحتى شي مسلم. غنهضر بصوت صاحب القصة. صاحب القصة كيقول: أنا حليت عيني في هاد الدنيا على عائلة مشتتة. الوالد ديالي دوز 25 عام ديال الحبس في جريمة قتل، والوالدة ديالي ما عقلاتش عليا، لاحتني الزنقة باش ما تربيش ولد قتال. كبرت بين الزناقي، كنا كل عصا هذا يدفل عليك، هذا يسبك، هذا يجري عليك، كنعس في البرد. حتى شاو النهار اللي خرج فيه الوالد من الحبس. فاش تلاقيت بيه قلت باللي الحمد لله، يمكن سال الايام الكحله والعذاب اللي عشت، وباللي دابا الوالد الحمد لله هو خرج غادي يعوضني على الحنان والامان اللي ضاع مني واللي ما عمرني عرفت شنو هو. ولكن اللي لاحظت هو ان الوالد كان خرج مبدل بزاف، ماشي كيف ما دخل، لا، كانوا عينيه فيهم واحد الجوع ديال الدنيا كيخوف. وكان ديما كيقول لي واحد الهضره اللي هي: انا غنتريش ولدي، انا غنولي لاباس عليا واخا نعرف نبيع روحي. انا ما كنتش مستوعب، كنقول يمكن الوالد قهروا الفقر، كاع قهرنا الفقر وصابرين عادي. بدينا بحال اغلبيه ديال الناس، كنكافحوا كنكابروا طيحوا نوض، كرينا واحد البيت في السطح. واش غادي نقول لكم، خدمنا تقريبا في كاع الخدامي والحرف اللي غيجيوكم في بالكم: النجارة، الفلاحة، البني، هز تقل في السوق، كل شيء. المهم هو يكون لنا مصروف باش نقدر نخلصوا الكراو ونعيشوا. واحد النهار اللي كنتفكروا بحال دابا، واصلا ما عمرني غادي ننساه حتى نمشي للقبر. كان ديك الساعه بقات سيمانه للعيد الكبير. الوالد جا عندي بالليل، كان بدل وجهه صفر وعينيه خارجين، هو يحط لي رزمه ديال الفلوس في الطبله. كنقول انا مع راسي: ما يمكنش، واش انا كنحلم؟ اش غنقول لكم، راه ما عمري في حياتي شفت ديك الكميه ديال الوراق الزرقين حتى شفت هذيك النهار حطها الوالد فوق الطبله. ما عندنا ما نورثو، ما عندنا ارض اللي نبيعو، ما عندنا دار ما عندنا والو. حنا يلاه كارين بيت في السطح كنخدموا داك النهار باش كناكلوا داك النهار ونوفروا شويه باش نقدر نخلصوا الكرا. يلاه هزيت فيه عينيا، بغيت نسول، بغيت نعرف شنو واقع، شنو كاين. زرب عليا وقال لي: نوض جمع وقفتك، هاد العيد غادي نودعوا الفقر، عندنا خدمه وحده غنديروها هاد الليله. ما خلانيش نسول، جرني، مشينا ركبنا في الموطور وشدينا الطريق في داك الظلام. الليل، الدنيا خاويه، سكعت، كاين حتى شي واحد. بقينا غاديين، انا مفهمش، انا غتابع الوالد وصافي. حتى خرجنا من المدينه وبقى شاد الطريق، حتى وصلنا لواحد الدوار اللي نقدر نقول عليه بعيد على المدينه. كيبان لك بالليل
ما فيش ديور بزاف، ما فيش ناس بزاف، يلاه شي ديور متفرقين ومع الظلام ما قدرتش نشوف مزيان. سولت الوالد صافي ما بقيتش قادر نصبر، ما قدرتش مازال نصبر صافي، قتلني الفضول. قلت له شنو غنديرو هنا؟ هو يقول لي ببساطه غنسرقوا حولي. او كيفاش غنسرقوا حولي وحنا عندنا الفلوس باش نشريو حولي؟ علاش غنسرقوه؟ هو يقول لي سد فمك، داك الحول اللي غنسرقو مطلوب بالاسم. كيفاش مطلوب عاوتاني بالاسم؟ كيفاش حولي مطلوب بالاسم؟ ما فهمتش وما قادرش نسول. هاي بقينا غادي حتى وقفنا قدام واحد الخربه قديمه نص هرايب، كانت مصوبه بالتراب، الشتا والريح وداكشي. مهم بقى فيها غير شي حاجه وصافي، ما صالحاش للعيش. كان تما عايش واحد السيد شيباني مسكين عمى، سميتو اللي كنت غنعرفها من بعد هي كيقولوا له السي المفضل. هاد السيد هذا كان كيحماق عليه الكبير والصغير، كان انسان كريم، هو على قد الحال، على قد الحال، ولكن سبحان الله كان انسان كريم، كان انسان معطاء، كان كيبغيوه الناس بزاف، كان انسان وقت اللي احتاجيتي ليه كيديرها معاك، مستحيل تحتاجو في شي حاجه ويردك. ايوا هاد السيد هذا اكثر حاجه كان معروف بها هي انه كان كيربي الحواله وكيعطيهم اليتامى في سبيل الله في العيد الكبير. وانا وكنشوف في ديك الخربه وفين حنا وباقي كنحاول نربط الاحداث ونفهم. الوليد كان نقز الصور شويه، تم خارج ليا وهاز في يدو حولي. اخوتي داك الحولي عمري ننساه، كان حولي كحل، اش غنقول لكم، واحد الكحوليه بحال الظلام بحال الليل، وكانوا قرونو دايرين، ووسط شبهتو كانت واحد النجمه بيضه كتشعل، بيضه بزاف. الغريب اللي ما قدرتش انا نفهم هو داك الحولي ما كانش كيصيح نهائيا، هزو واحد في الظلام ومخرجو وما دار حتى شي صوت. وكان كيشوف فيا واحد الشوفه ما عمرني غادي نساها، كانت بحال شي انسان كيشوفك كيرغبك، بحال اعتقني ما تخلينيش. ياي طبيعة الحال انا ما بيدي حيلة، ما قادرش نهضر، ما قادرش غير نسول شنو هاد المهزله وشنو واقع، بغيت غير نفهم، ما عندي الحق ندير حتى حاجه من غير انني داكشي اللي تيقول لي الوالد ندير. صافي هزينا الحولي وديناه بالزربه، وحنا في الطريق رديت البال بلي حنا ما شادوش الطريق ديال الدار، حيت فعلا ما كناش مشينا للدار. الوالد ديك الساعه كان شاد الطريق لواحد الغابه مهجوره وسط الشجر، كتبات لي واحد البراكه نصها طايح. دخلنا وتما شفت المنظر اللي غيخليني نعيش لكوابيس حياتي كامله. كان جالس واحد الراجل كبير في العمر، اش غادي نقول لكم، ممكن تكون عنده 70، بين 70 و 78 عام. ابشع من داك الشخص، من داك الوجه ما شفتش في حياتي، يا ربي تسمح لي، ولكن اش غادي نقول لكم، استغفر الله، ولكن البشاعة كون كانت انسان. كان النص ديال وجهه محروق، عينو اليسريه بيضة، وكان رقيق ضعيف، ما فهمتش، تحلف عليه ما كياكلش. كان جالس
وسط واحد الدائرة مرسومة بالقطران. اه، وكان لابس شي حوايج بحال تقول شاد توب من هنا وتوب من هنا ومخيط داكشي ومرقعو وموسخ ومهم واحد الحالة ما غريبة ماشي ديال الانسان عادي. ما انسان عادي ما غاديش يرضى على راسو يوصل لداك الوسخ وداك العفن اللي كان فيه داك السيد. المهم كيف ما قلت لكم كان جالس في وسط واحد الدائرة مرسومة بالقطران. طبيعة الحال الضو ما كاينش، كاينه غير الشمع. كان مدور به بزاف ديال الشمع. كان داير حداه في وسط ديك الدائرة المرسومة بالقطران واحد المجمر كان كيطلع منه واحد الدخان. الريحة ديالو اش غادي نقول لكم، ريحة الجيف أعزكم الله. ريحة خانزة بزاف ما يمكنش تحملها. وانا كنحاول نستوعب فين انا وشنو واقع. هو دار شاف الحولي، وغير شاف الحولي ضحك بواحد الضحكة شريرة ونطق وقال الوليد: جبتيه، برافو عليك، دابا غتكمل العهد. الله يا ربي شنو هادشي كيوقع؟ كيفاش؟ اش من عهد؟ اش هادشي اش كيهضر هاد السيد؟ وانا كنحاول نفهم، وديك الهضره د الالغاز عاد تاكدت بلي هذا ماشي راجل عادي، هذا غيكون غير شي مشاود. داك المشعوذ ما ذبحش الحولي بالطريقه اللي كنعرفوا العاديه اللي كنذبحوا بها كاع الناس الحواله. لا، كان ذبحوه بواحد الخنجر مصدي لقلبه، عطاه ضربه واحده للقلب وخلى مسكين دمايتو كيشرشروا. ودوك الدمايات اللي كانوا كيهبطوا كان عمرهم في واحد السلافه ديال النحاس. ملي عمرت ديك زلافه النحاس مشى بدا كيسلخ ليه الكتف اليمني ديال الخروف، حيت كان كيقلب بالضبط على العظمه العريضه اللي كاينه في الكتف ديال الخروف. ملي الفقيه، لا ما غنقولش الفقيه، ملي المشعوذ وصل لديك العظمه وشدها بيديه بدا كيدق فيها المسامر ديال الهند وكيكتب عليها بدم الحولي شي حاجه اللي انا ما فهمتهاش. كانوا طلاسم وحروف مقلوبه. ملي سال الكتابه ديالو شاف الوالد وهو يقول ليه: دابا باش تكمل الصفقه خاص نقطه من دمك على هاد العظم. سكت شويه وهو يقول له: ولكن عقل، الا خنتي العهد هاد العظم غيولي كياكل في لحمك بشويه بشويه. اللي صدمني هو ان الوالد بلا تفكير بسرعه ديال البرق مشى جرح سبعه ويقطر دمه فوق العظمه. الله يا ربي، واش هاد المصيبه هادي؟ هاد المصيبه يا ريتكم ما دارش هادشي، يا ريت. ملي سالاو دوك الطقوس اللي كانوا كيديروا، الفقيه مشى جبد واحد الخنشه كانت عامره بالفلوس وهو يعطيها للوالد. اش غادي نقول لكم، الوالد كان بقى ليه شويه ويطرطق بالفرحه، شويه ودموعه يخرجوا بالفرحه، لان بصح كميه كبيره ديال الفلوس، كميه كبيره ديال الفلوس ما تخيلوهاش. رجعنا للدار، كنقولوا على الاقل واخا هذا الرعب اللي عشت هذا النهار وهذا الشيء اللي انا ما قادرش نفهم ونستوعب، المهم عندنا الفلوس، مهم حياتنا غتبدل كيف ما كان كيسحاب لي. غادي حتى حنا تكون عندنا دار، غادي حتى حنا نوليو ناكلو بحال الناس، نوليو نلبسو بحال الناس ونساو ديك الحياة ديال القهرة اللي كنا عايشين. شرينا حوايج، بدلنا السكنة، الوالد ولا كيبان بحشاج الأعمال. ولكن فرحة ما دامتش، لا،
فرحة ما دامتش، لا لا لا، على عكس المتوقع الفرحة ما دامتش. بالضبط النهار الثالث مور العيد كانت انتشرت واحد الخبر في الدوار اللي وصلتنا حتى حنا، باللي السي المفضل داك الراجل العمى مسكين لقاوه ميت في بلاصتو. علاش؟ كان مقهور بصح على داك الحولي ديال اليتامى اللي تسرق ليه. هاي هاي هاي، من ديك الليله بدات اللعنه. من ديك الليله حياتنا تبدلات. الوالد كان رد ليه البال بشويه بشويه تبدل، والمشكل حتى الفلوس اللي كنا جبنا ولات كتخرج منها شي ريحه ماشي عاديه، بحال ريحه شي غمال، بحال المهم ريحه مزويناش. الوالد ما بقاش كينحس ولا كيضل جالس في القنت كيشوف في الحيط. واحد الليله وانا ناعس كنفيق على واحد الصوت ديال خطوات وسط الدار، طق، بحال صوت الحوافر ديال شي حيوان، او بالاحرى صوت الحوافر ديال شي حولي كيتمشى وسط فوق الزليش. خرجت مخلوع الصالون، لقيت الوالد شاد في كتفو اليمين وكيغوت غوته ما كتسمعش، بحال كيف في الاحلام كتكون كتغوت ولكن الصوت ما تيخرجش لك. عينيه كانوا كحالو، ما ما بقاش داك الابيض في عينو، ما كيبانش الابيض في عينيه. انا وقفت مسمر في بلاصتي، شدتني الخلعه، ما فهمت شنو واقع، وانا باقي مصدوم وكنحاول غير نفهم شنو كاين. الوالد كيهضر بواحد الصوت اللي ماشي صوته، كنحلف باللي ما كانش صوت، وهذاك ماشي صوت الوالد، لا لا لا، هذاك ماشي صوت الوالد. كيغوت احر جهدو تيقول بغاو العظم ديالي، بغاو الكتف ديالي. الله يا ربي، الله يا ربي، الله يا ربي، شهد المصيبه وشهد الكارثه اللي وقعنا فيها، شهد المصيبه هذه. هاي هاي هاي، هذيك اللعنه، اللعنه ديال السحر الاسود طالبات بالبديل. الوالد عطى ضم العظمه، والجن اللي تخدم في داك السحر بغى ياخذ الكتف ديال الوالد جزاء على داك الشيء اللي دار في الراجل العمى مسكين. ايام قليله وحنا في ظل المعاناه، وكل مره فايقين في الليل على شي صوت وشي حركه مهم كنا عايشين في الرعب وخلاص. شويه والايام كدوز، الوالد ولا كيتكوى بالضبط في الكتف اليمني. الحمد لله كتفو بدا كيكحال وكيطيح بوحدو، ريحه الخنز ولات كتخرج منه هو حي. حييت، ما خليت اطباء، ما خليت رقاة فقهاء، اللي قالوا لي الناس كنمشي ليها. ما عجزتش لانني ما بغيتش، ما قديتش نشوف الوالد في ديك الحاله. والناس اللي عندهم شي واحد عزيز مريض غادي يفهموا هاد الهضره مزيان. اللي كيكون شي واحد عزيز عندك مريض، راه كتولي انت مريض اكثر منه. راه واخا يقولوا لك الجبل وتمشي ليه، البحر وتمشي ليه، المهم هو داك الانسان تفكو ما يبقاش كيتعذب. ولكن المشكل انه حتى واحد ما قدر يقرب ليه، كلشي تيقول بلي هادشي خارج على السيطره. شي تيقول لك هادشي ما عنده حل، شي تيقول لك هكا كونسير، شي تيقول لك حشره، شي تيقول لك العضال، كل واحد كيلغي بالغاه. ولكن الوالد كان عارف وكان متاكد من واحد الحاجه، هي بلي الا بقى حي لداك الجن اللي كيعذب فيه دابا غيدوز لي حتى انا من موراه، غير غادي يسالي منه غيدوز لي حتى انا، حيت انا ولدو من دمه. واحد النهار اللي ما عمري غادي ننساه حتى نموت، كنت راجع من الزنقه غادي للدار.
دخلت لباب الدار، كنلقى الحمام مسدود وكنسمع صوت الوالد كيهضر مع شي حاجة لداخل. أنا عارف بلي غير أنا والوالد ساكنين في الدار، ما معنا حتى شي واحد. كنسمع صوت الوالد كيهضر وكيبكي، ديك النبرة ديال الترجي والضعف كيقول خذني أنا وخليه هو، خذ العظم ديالي واعتق ولدي. أنا ما قدرتش نصبر، ما تحكمتش فراسي، بديت كنجري هرست الباب ديال الحمام، ويا ريتني ما هرستوش. داك المنظر باقي ليومنا هذا ما قدرتش ننساه. لقيت الوالد طايح في الأرض وغارق في دمه، كان شاد الساطور ديال الجزارة وضرب كتفو اليمني طيرو من بلاصتو باش يفك العهد وانتحر. مضحى بروحو وبجسد ديالو باش ديك اللعنة توقف عنده وما توصلش ليا انا. وفي داك القنت ديال الحمام كان كيبان ليا خيال كحل، خيال كيشبه داك الحولي، كيدوب بشويه بشويه وما بقاش كيبان. اش غادي نقول لكم، شدتني الدوخه، شدتني الدوخه. شنو واقع؟ وما فهمتش علاش، ما فهمتش شنو كان واقع ليا. من الحمام مشيت كنجري كنقلب في دوك الفلوس اللي كان خلى لينا الوالد، لقيتها تحولات الورق يابسين ودود كحل كياكل في بعضياته. اي نقدر نقول لكم هذيك الفتره كانت اصعب اصعب فتره في حياتي، اللي ما عمري غنساها، ما عمري غنساها، واثرت عليا بزاف بزاف. خوتي خلص هذا القول، هذه ماشي غير قصه باش ندوزو بها الوقت، هذه عبره. الفلوس الحرام والسحر عمرهم ما كيبنيو دار، كيبنيو قبرها. الوالد عماه الطمع، سلب فرحة ديال اليتامى وقتل راجل صالح بالقهرة، والنتيجة باع روحو لجهنم. طريق الشياطين نهايتها ديما كحلة. ردوا البال طمع النفوس، حيت هو السحر الحقيقي اللي كيدمرنا. ايوا الا وصلتي حتى لهنا في القصة، بغيتك تهبط التعليق وتكتب الله يحفظنا ويحفظكم شر الخلق، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم وعائلتكم باش تكون عبرة. وتبارك الله عليكم، ونشوفكم في قصة جاية.